على الطريق الأبيض. احنا رحنا المساحة أكتر من مرة، خدنا بعضنا ورحنا هناك، وآخر مرة فيها كنا 12/5 كده اللي هو اتعمل فيها الجواب كده. بلغونا إن هم هيبلغوا المحافظة بجزء من الفلوس اللي هو هينزل لنا، ولم يتم أي حاجة أي إجراء دلوقتي لا من المساحة ولا من المحافظة ولا من وزارة المالية. فإحنا اللي كنا سامعينه أول ما انتزعت الأرض إن في طوال 3 أشهر هيكونوا صارفين المبلغ اللي هو إيه اللي منزوع الأرض واللي بيته. إحنا بقالنا 3 سنين دلوقتي. فإحنا فين يا جماعة من الناس المسؤولة دي؟ الحكومة ما فيش واحد فيهم. إحنا رحنا المساحة ورحنا المحافظة مشكورين، ما فيش واحد عبرنا ولا قال لنا انتوا جماعة. السلام عليكم. والى الان في 3 حالات انتحار، والى الان ناس متضرره عندك شاب النهارده، عندك شاب النهارده، عندك شاب النهارده معاكي حته ارض بتاكلي وبتشربي منها وبتدخري منها عشان تجوزي عيل. النهارده الارض دي راحت. عندي شقه لابني عاملها له في قلب بيتي ومجهزها له ومشطبينها تشطيبات شقق لوكس عشان ابني يتجوز. النهارده خطيبته سابته وبقوا في الشارع. تمام. النهارده لما ابني دلوقتي هو كده بقى في الشارع وخطيبتي سابته هيعمل ايه؟ درجات الحراره الانتحار مش عايز اقول لك، الناس عندها اكتئاب جامد فيها. هي نفس اجهزه الدوله اللي لو مواطن اتاخر دفع ايجار او دفع فاتوره كهرباء او ميه شهر او 2 بتعمل عليه فايده وبعد كده ترفع العداد. هي نفسها الدوله اللي مأخره بقى لها 3 سنين، تخطط ال3 سنين في رجوع حقوق الناس اصلا. طيب كلميني يا حاجه.